مكن المنتخب الأردني بقيادة الأطر المغربي حسين عموتة من التأهل لنهائي كأس آسيا قطر 2023، وذلك عقب فوزه في مباراة النصف بهدفين لصفر على منتخب الكوري في المقابلة التي أقيمت الثلاثاء بملعب أحمد بن علي في الريان. وسجل الهدف الأول لمنتخب النشامة يزين النعيمات في الدقيقة 53 من المباراة، قبل أن يضيف المتألق موسى التعميري الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليحجز بذلك منتخب الأردن بطاقة العبور إلى النهائي في إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأردنية. والتقى الفريقين في الدور الأول من البطولة وتعادلا 2-2 في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة قبل أن يشق طريقهما إلى المربع الذهبي. وتعد هذه المواجهة أيضا هي الثالثة على مستوى كأس الأمم الآسيوية، حيث سبق أن تعادل أيضا بدون أهداف في الدور الأول من نسخة 2004 التي أقيمت في دولة الصين. ويواجه النشامة الذي يقوده عموتة بمساعدة الطاقم التقني المغربي في نهائي كأس الفائز في مباراة النصف الثانية التي ستجمع غدا المستضيف الدورة المنتخب القطري بنظيره الإيراني على ملعب تماما. وعبر حسين عموتة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، موجها شكرا لكل من ساهم فيه.